لو لسه ما سافرتش في السفريه دي ليه، فاعملوا منشن لاصحابكم وقول لهم انا لقيت لكم مكان احلى من الساحل واندر ريتد حرفيا وما فيهوش ناس كتير. في الفيديو ده هوريكم الشاليه اللي انا قعدت فيه والاكوا بارك والبحر كمان. بس اهم حاجه، مساء الخير، معاكم كيرو، ده ريفيو جديد. لو اول مره تسمعني او تشوفني اعملوا فولو عشان عايزين نوصل ل 200,000 فولورز اخر الشهر. انا بس حابب اقول لكم ان السعر هيكون مفاجاه. الشاليه زي ما انتم شايفينه كان حلو جدا، كان فيه ليفنج وسريرين وسرير كبير، وفي كل حته في الشاليه في تكييف كبير. اول حاجه رحت جربتها هي الاكوا بارك، كانت حلوه جدا وانا استمتعت حرفيا. الحلو ان هي ما كانتش زحمه، فانا مسافه ما بنزل بطلع على طول العب لعبه ثانيه. ما انصحش خالص حد ينزل بالموبايل، بس انا عشان اوريك كل تفاصيل فقررت انزل فيه. انا بصراحه بحب اضرب المشوار ده عشان اروح البحر. القعده كانت حلوه قوي، وده بجد انا مصور لكم كل التفاصيل عشان تشوفوا. يعني المايه كانت نظيفه جدا، حتى انت كنت بتشوف رجلك في العمق ده. اجمل حاجه في الموضوع ده كله ان الشمس مش حاميه زي بتاعه القاهره. احنا حقيقي مش عايشين، بتوع القاهره بيتسلقوا. هرجع واقول لك تاني، المكان كله هادي، بس ما ينفعش تطلع الطلعه دي من غير صحابك. فاعمل لهم منشن واقول لهم يلا بينا على النزهه بيتش في راس سدر. نصيحه، البسوا اكوا شوز في رجليكم عشان في ريتسه كتيره قوي، وانا ما انصحش حد يدوس عليها. انا واصحابي كنا دافعين 3200، فالفرد واقف ب 800 جنيه. وحقيقي راس سدر كانت